ترتيبك نازل في الفانتزي وقررت تمسح اللعبة، فأنا جبت لك الحل هو حلقة نصايح الجولة الثامنة في فانتازي دوري إنجليزي. أهم حلقة ليك، بعدها هتروح تعمل شكلتك على طول، لأن الحلقة دي فيها أهم الترشيحات من كل ماتش وأفضل اللاعبين الديفرنشال وأفضل الكباتن. فأنت اللي عليك إنك تشترك في القناة وتعمل لايك وتصلي على النبي، ويلا بينا. واول ماتش هو ماتش تشيلسي ضد نوتنغهام فورست. فاهم اللاعبين من تشيلسي اكيد اهم لاعب عندهم هو جواو بيدرو، لانه جدوله الجاي هيبقى كويس جدا، وانا شايف ان في ناس كتير بيبيعوه لكن ده غلط جدا، وجواو بيدرو لازم يكون في تشكيلتك. وتاني لاعب هو استيفاو، شفناه بعد ما تألق في ماتش ليفربول وتشيلسي لما نزل مع الدكه، فانا اعتقد لو هو هيبدا اساسي الماتش الجاي، فاستيفاو هيبقى عنصر ديفرنشال جدا. وتالت لاعب هو كاسيدو، شفنا اداء كاسيدو الفتره اللي فاتت كان متألق جدا وكمان بيقطع كرات كتير، فكاسيدو بصراحه هيبقى عنصر ديفرنشال جدا، ودول اهم لاعبين من تشيلسي، وانا متوقع الماتش ده يخلص صالح تشيلسي وبتحقيق الكلين شيت. ونيجي الماتش ساندرلاند ضد ويلفز. فاهم اللاعبين من ويلفز، اهم لاعبين عندهم هم ستالد رارسن، لاننا شفنا اداء ساندرلاند فكل ماتش تقريبا بيخش فيهم جون من راس الحربه، لارسن هيبقى عنصر ديفرنشال جدا، فلو معاك لعبوا الجوله دي ضد ساندرلاند. وتاني لاعب برضو الديفرنشال هو جون ارياس هيبقى عنصر ديفرنشال جدا، ممكن يستغل دفاع ساندرلاند الضعيف جدا، فجون ارياس هيبقى عنصر ديفرنشال جدا. ودول اهم لاعبين من ويلفز. فاهم اللاعبين من ساندرلاند اكيد اهم لاعب عندهم هو مهاجمهم، ده المهاجم الخطير جدا اللي ممكن يستغل ضعف دفاع ويلفز، فبصراحه يبقى عنصر ديفرنشال جدا. ونيجي بقى للماتش اللي بعده هو ماتش بيرلي ضد ليدز. فاهم اللاعبين من ليدز اكيد اهم لاعب عندهم هو كالفرت ليون، شفنا اداء كالفرت ليون الفتره اللي فاتت كان مميز جدا وقريب جدا من جول، وممكن يستغل ضعف الدفاع بتاع بيرلي. وتاني لاعب هو اوكافور، برضو اوكافور لاعب خطير جدا، وشفناه الفتره اللي فاتت بيساهم تقريبا في كل ماتش، فاوكافور عنصر ديفرنشال جدا. وتالت لاعب بقى السوبر ديفرنشال هو لونج ستاف، شفناه الموتوشه اللي فاتت كان قريب جدا من الجون، وممكن يستغل الضعف الدفاعي بتاع بيرلي. ودول اهم اللاعبين من ليدز. فاهم اللاعبين من بيرلي اهم لاعب عندهم هو انسوني، لانه لاعب خطير جدا ومن اعلى اللاعبين اللي جايبين نقاط، وممكن يستغل برضو الضعف الدفاعي لفرقه زي ليدز، وانا بتوقع الماتش ده يخص صالح ليدز لكن مش بالكلين شيت. ونيجي لماتش كريستال بالاس ضد بورموس. فاهم اللاعبين من بورموس اكيد اهم لاعب هو اللي ملكيته وصل 60% هو سيمينيو، لانه خلاص سيمينيو مش عنصر ديفرنشال دلوقتي، ده بقى لازم يكون معاك في فرقتك، فاهم لاعب عندهم بورموس هو سيمينيو. وتاني لاعب بقى الديفرنشال، لو عايز تجيب لاعب ديفرنشال فهو كلايفرت، شفناه اللاعب الماتش اللي فات برضه يتألق، وكمان بيتألق كتير جدا وهو لسه راجع من الاصابه وراجع بفورمه كبيره جدا، فكلايفرت ممكن يستغل اي اخطاء في دفاع كريستال بالاس ويسجل، فكلايفرت لاعب خطير جدا، ودول اهم لاعبين من بورموس. فلو عايز تجيب لاعبين من كريستال بالاس اهم لاعبين عندهم هو صار، احنا شفنا صار من ساعه ما رجع من الاصابه هو بقى عنصر ديفرنشال جدا ولاعب خطير جدا، فصار عنصر ديفرنشال جدا. وتاني لاعب هو باتيتا، شفنا باتيتا في التوقف الدولي لعب مع فرنسا ماتش وجاب جول، فباتيتا هيبقى عنصر ديفرنشال جدا في ضد بورموس، فدول اهم لاعبين من كريستال بالاس، وانا متوقع الماتش ده يخسر بصالح بورموس لكن مش بالكلين شيت. ونيجي الماتش نيوكاسل ضد برايتون. فاهم اللاعبين من نيوكاسل اكيد اهم لاعب عندهم هو فولت مادا، لان فولت مادا بقى عنصر ديفرنشال جدا، وشفناه من ساعه ما جه وهو تقريبا بيتألق ومش بيفوت جوله غير ما يساهم، ففولت مادا ممكن يستغل الضعف الدفاعي اللي عند برايتون، ففولت مادا يبقى عنصر كويس جدا. وتاني لاعب هو جوردون عنصر ديفرنشال جدا، وممكن برضه يساهم في ماتش زي ماتش برايتون ده، وانا بصراحه بتوقع ان جوردون هيساهم في الماتش ده. ودول اهم لاعبين من نيوكاسل. فلو عايز تجيب لاعبين من برايتون فاهم اللاعبين عندهم هم مينتي، ممكن برضو مينتي يخطف جون في دفاع نيوكاسل، فدول اهم لاعبين من برايتون، وانا بتوقع الماتش هيخسر صالح نيوكاسل لكن مش بالكلين شيت. ونيجي لماتش مانشستر سيتي ضد ايفرتون. فاهم اللاعبين من مانشستر سيتي اكيد اهم لاعب عندهم هو النرويجي ايرلينج هالاند، شفنا ايرلينج هالاند في التوقف الدولي سجل جوان، واكيد ايرلينج هالاند ضد ايفرتون هيساهم في الماتش ده،
وكمان هالاند هيبقى اوبشن كابتن جامده جدا كمان، فهالاند لازم يكون معاك. وتاني لاعب هو فودن برضو شفناه لاعب ديفرنشال جدا، ولو معاك لعبوا الماتش ده ممكن يستغل الضعف الدفاعي اللي عند ايفرتون، ففودن ممكن يساهم في ماتش زي ايفرتون. وتالت لاعب هو جفارديول شفناه الماتش اللي فات عمل اسيست لهالاند، وكمان بيتقدم كتير جدا، فممكن نشوف منه مساهمه هجوميه، وكمان ممكن يطلع بالكلين شيت. فجفارديول عنصر ديفرنشال جدا، ودول اهم لاعبين مانشستر سيتي، وانا بتوقع الماتش ده يخسر صالح مانشستر سيتي وبتحقيق الكلين شيت.